على اسم محمد صلاح. طبعا بعد فوز محمد صلاح بافضل لاعب في افريقيا صار لغط كبير جدا جدا، هل هو اول لاعب في تاريخ مصر يحصل على الجائزه ام هو تاني لاعب في تاريخ مصر بعد الكابتن محمود الخطيب؟ هنحاول يعني نشرح الموضوع بالراحه كده عشان نوصل لاستنتاج منطقي. تمام؟ البدايه، اول مره قيل فيها ان في جائزه اسمها افضل لاعب في افريقيا، كانت مجله فرنسيه اسمها جين افريك او الشاب الافريقي مثلا، والمجله دي كانت بتمنح جائزه لافضل لاعب من وجهه نظرها في افريقيا في نفس العام من سنه 60 لسنه 69. وبالمناسبه اللي فائز بالبطوله فائز بالجائزه سنه 69 كان الكابتن علي ابو جريشه. سنه 69 نفس السنه اللي فاز بيها الاسماعيلي ببطوله افريقيا للانديه ابطال الدوري بالمسمى القديم امام الانجلبير. ايه مشكله الجائزه دي او ايه مشكله المجله دي؟ انها ما كانتش معتمده من الكاف. الكاف ما كانش بيعترف بالجوائز اللي بتمنحها المجله لافضل لاعب في افريقيا من وجهه نظرها، بالتالي كانت اسمها جائزه المجله جين افريك، غير مرتبطه باي شكل من الاشكال بالكاف. من سنه 70 بدا الفرانس فوتبول هي اللي تمنح الجائزه لافضل لاعب في افريقيا، واتسمت حتى البالون دور. خد بالك ان بالون دور ده مصطلح فرانس فوتبولي، لما الكاف نفسه عمل جائزته سماها ذا بيست، زي برضه في اوروبا في افضل لاعب في العالم الفرانس فوتبول بيمنحها للاعب وبيسميها بالون دور، ده مصطلح فرانس فوتبولي. لكن الفيفا برضه لما عمل الجائزه لوحده سماها ذا بيست، ده يمكن يبين لك الفرق شويه. المهم ان كان في جائزه واحده لافضل لاعب في افريقيا من سنه 70 بتمنحها الفرانس فوتبول ومعتمده ومصدق عليها من الكاف، يعني اللي بياخدها في اي سنه هو افضل لاعب في افريقيا من وجهه نظر فرانس فوتبول ومن وجهه نظر الكاف. تمام. الكلام ده حصل من سنه 70 لسنه 92، فرانس فوتبول بتمنح والكاف بيصدق. في النص كان في سنه مهمه جدا وهي سنه 1983، حيث منح الكابتن محمود الخطيب اللي بنتمنى له الشفاء طبعا جائزه افضل لاعب في افريقيا من فرانس فوتبول المصدق عليها من الكاف. بعد كده وبعد ما مرت السنوات خرج فرانس فوتبول من الصوره واصبح الكاف هو اللي بيمنح الجائزه لافضل لاعب في افريقيا، وما يقدرش يسميها بالون دور برضه لان حقوق الملكيه الفكريه ممنوحه لفرانس فوتبول، فسمى اسم تاني وهو ذا بيست، زي الفيفا برضه لما عمل جائزته بعيدا عن فرانس فوتبول سماها ذا بيست. اختفى شويه مسمى بالون دور، ما بقتش تسمعه زي الاول لان فرانس فوتبول شخصيا ما بقتش موجوده، وبقى الكاف هو اللي بيمنحها في افريقيا والفيفا هو اللي بيمنحها لافضل لاعب في العالم. خليك من احسن لاعب في العالم وخلينا نركز في الكاف. الكاف بعد ما بقى يمنحها وفي سنه 2017 عام الكره المصريه فاز بيها محمد صلاح. اذا الجائزه المعتمده لافضل لاعب في افريقيا 2017 خدها محمد صلاح ايا كان مسماها، لكنها الجائزه المعتمده من الكاف. والجائزه المعتمده لافضل لاعب في افريقيا سنه 1983 اخذها الكابتن محمود الخطيب، اخذها من فرانس فوتبول، كان اسمها البالون دور ومصدق عليها ومعتمده من الكاف. اذا محمد صلاح هو تاني لاعب في تاريخ مصر يحصل على جائزه افضل لاعب في افريقيا. دي كان اسمها ذا بيست ودي كان اسمها بالون دور، لكن الاثنين بيحكوا في نفس المعنى. تمام. وخليك دايما مؤمن بحلمك. دي كانت الكلمه الاخيره في الجمله اللي القاها محمد صلاح بعد التولي او بعد فوزه بافضل لاعب في افريقيا 2017. بالتاكيد عندنا وقفه كبيره مع محمد صلاح، رجل الاحلام البعيده وقاهر الاحلام البعيده والقريبه وكل الاحلام، لكن هنأجلها شويه عشان في موضوع بس لازم نبدا بيه. الحقيقه ان في منتخب افريقيا برضو كان في احمد فتحي، احد اللاعبين اللي انا باصر ان هم مش مجرد رجاله ومش مجرد جوكر ومش مجرد متفاني ومش مجرد مخلص، بل انه احد فلتات كره القدم واحد اهم اللاعبين اللي مروا على كره القدم المصريه. لكن في واحد كمان مهم جدا وجايزته ليها دلالات كتير، وهو هيكتور كوبر، افضل مدير فني في افريقيا. لما نستعرض مع بعض كده مشوار هيكتور كوبر معانا، مشواره النفسي، مش مشوار البطولات او مشوار النقاط او مشوار كرة القدم، مشواره النفسي. هيكتور كوبر تلقى واستقبل رياح عاتية من الانتقادات، احيانا بسبب طريقة لعبه، احيانا بسبب بعض تفضيلاته في التشكيلات، احيانا بسبب بعض الاشخاص، احيانا لان هيكتور كوبر بيستبعد بعض الاشخاص اللي ليهم علاقات جيدة ببعض الاعلاميين اللي عايزين ينتصروا لعلاقاتهم الشخصية باصدقائهم فبيهاجموه.
وما الى ذلك. الحقيقه ان خلينا هنستبعد الناس بتوع العلاقات الشخصيه او المشاكل الشخصيه او ما الى ذلك، وتعالى نروح للمشجع العادي الطبيعي اللي بيحب منتخب مصر لكن بيتفرج على المنتخب مش عاجبه هيكتور كوبر، مش عاجبه الكره اللي بيقدمها هيكتور كوبر. هل ده حقه؟ طبعا حقه. طبعا حقه. لكن خلينا نسال نفسنا سؤال مهم جدا. في كل مره وانت بتتفرج على الفريق اللي انت بتشجعه احيانا ممكن ما يعجبكش لاعب، ما يعجبكش المدرب، ما يعجبكش اي شيء في استراتيجيه الفريق. في اللحظه دي اول حاجه بتقولها غير اللاعب، ما تجيبش ده تاني، هات فلان، هات علان، مشي المدرب، اعمل سوي اعمل سوي اعمل سوي. كلنا بتجيلنا اللحظه دي، كلنا تحت تاثير العاطفه الشديده واحنا بنتفرج على فرقتنا بتجيلنا الشكه دي، لكن هنا هي بتجيلنا كلنا، لكن رد فعلنا تجاهها بينقسم لقسمين. في ناس عاقلين او في اعتقادي انهم عاقلين بيبقوا عارفين كويس جدا ان اللحظه دي هتعدي، فلما بتعدي عليهم ما بيتفاجئوش وبيبقوا اقوياء وبيمسكوا نفسهم وبيصبروا وبيقولوا لا، كل النجاحات في العالم بتمر بلحظات شك زي دي. وفي ناس خفاف مخهم على قدهم، سطحيين، يعني ممكن نقول اسماء كتيره جدا، اول ما بتجيله الشكه دي بيتفاعل على طول، ياخد رد فعل. يا جدع مش عاجبك، مش عاجبني التشكيله، امشي المدرب، مش عاجبني تغيير، امشي المدرب، مش عاجبني اللعيب ده ما يلعبش تاني، اللعيب مثلا مش عارف مكسل مش عارف ايه، لا ده ما يجيش تاني. واصدار احكام اصدار احكام اصدار احكام اصدار احكام مع كل احساس. الشكه دي بتجيلك 90 مره في الماتش، تخيل نفسك بتجيلك 90 مره بتعمل 90 رد فعل. ال 90 رد فعل دول ممكن يبقى في منهم 5 6 قرارات، تخيل نفسك بتطبق القرارات دي. هل كان هيبقى عندك النهارده افضل مدرب في افريقيا هيكتور كوبر؟ اعتقد لا. كنت اتكلمت قبل كده في الاسبوع اللي فات عن فكره الصبر وربطتها بنفس النقطه اللي بتكلم فيها دلوقتي. الشكه اللي بتجيلك وانت بتشوف فريقك، واما بتبقى قوي عاقل عارف الصح فين والغلط فين، دارس مشاوير النجاح وعارف ايه اللي بتمر بيه، او انك بتبقى خفيف وعلى قدك. تيجوا اديكم مثال عبقري في الصبر. تعالوا نشوف الصوره دي عشان لما تشوفوها يمكن تتفاجئوا او تتخضوا. الصوره دي مكتوب موجود فيها الشخص ده، اعتقد ان اي حد عدى على كرة القدم لمدة 5 دقائق يعرفه، وهو سير أليكس فيرغسون، احد اعظم بل يمكن اعظم مدرب في تاريخ كرة القدم من حيث على الاقل الالقاب. ايه اللي مكتوب في العنوان؟ فيرجي ماست جو، فيرغسون لابد ان يرحل. المقال ده كاتبه مين؟ كاتبه جيمي جريفز. مين هو جيمي جريفز؟ جيمي جريفز احد اساطير نادي توتنهام، وكاتب عمود شهير جدا في صحيفة ذا صن لمدة 30 سنة. الراجل ده مش راجل خفيف ومش راجل على قده، لكنه راجل مهم في كرة القدم الإنجليزية. تعالوا نشوف هنا المقال اللي ممكن يعني نحكي فيه كتير قوي، لكن مش عايز اقراه لكم كله، عايز اركز على جملة مهمة جدا وهي آخر جملة في الباراجراف الأول. حاول تدقق شوية وتقرأ معايا. United will never win anything while he is the manager. جيمي جريفز بيقول ان مانشستر يونايتد مش هيكسب اي حاجه جايه طول ما الراجل ده سير أليكس، او ساعتها كان أليكس فيرغسون ما كانش لسه بقى سير، طول ما الراجل ده هو مدرب مانشستر يونايتد. ودي كانت نبوءة جيمي جريفز. اذا جيمي جريفز احد اساطير توتنهام، صحفي مشهور جدا، كاتب مشهور جدا، ووقع في نفس الشكه اللي بتجيلك وانت قاعد بتتفرج، بس يمكن شكته هو كانت منطقيه شويه، لان فيرغسون ما كانش بقاله ماتش ولا ماتشين، كان بقاله سنه، لكنه بعد سنه ايقن تماما جيمي جريفز ان فيرغسون مدرب على قده، ومانشستر يونايتد مش هيكسب اي شيء في وجود أليكس فيرغسون. طب تيجي نشوف ايه اللي حصل بالنسبه لنبوءه جيمي جريفز. تعالوا نشوف مانشستر يونايتد بعد المقال ده عمل ايه تحت قيادة سير أليكس فيرغسون. اتفضل معايا. ألقاب سير أليكس فيرغسون مع مانشستر يونايتد: الدوري الإنجليزي 13 مرة، كأس إنجلترا 5 بطولات، كأس رابطة الأندية المحترفة، رابطة الأندية الإنجليزية 4 مرات، والدرع الخيرية أو الكوميونتي شيلد 10 مرات. ده في إنجلترا بس. طب تعالى نطلع أوروبا كده ونشوف هل فيرغسون كان محلي بس ولا كمان كان له بصمة كبيرة على بطولات مانشستر يونايتد القارية. أليكس فيرغسون بطولتين تشامبيونز ليج، بطولة كأس الكؤوس الأوروبية، بطولة كأس السوبر الأوروبي، بطولة الانتر كونتيننتال،
بطولة كاس عالم للأندية. هي دي بطولات سير أليكس فيرجسون يا مستر جيمي جريفز. هل أنا دلوقتي قصدي أقول إن جيمي جريفز ده ما كانش عنده فكرة؟ لا طبعا، راجل بالتأكيد عنده خبرة طويلة جدا في كرة القدم، لكن كلنا بنغلط، كلنا بنراهن رهانات ما بتحصلش، كلنا بنتوقع حاجات ما بتحصلش. الراجل قعد سنة كاملة عشان يكتب مقال زي ده، سنة كاملة، ها؟ سنة كاملة، سنة كاملة، لا اسمع كويس، سنة كاملة، سنة كاملة، أو يمكن أكتر من سنة كمان، عشان يخرج بالقناعة دي، هي إن فيرجي must go، لابد أن يرحل. لكن أليكس فيرجسون عكس كل التوقعات وعكس توقعات جيمي جريفز كتب التاريخ كما لم يكتبه أحد من قبل مع مانشستر يونايتد. تخيل إن الراجل بالعبقرية دي كتب عن راجل بالعبقرية دي، والراجل بالعبقرية دي خذل الراجل بالعبقرية دي بكل البطولات دي. لف بقى كده الكرة الأرضية وتعالى بقى اقف جنبي هنا وانا بحكي لك عن ناس عايزين يمشوا هيكتور كوبر لان الطريقه مش عاجباهم، رغم ان الراجل ما احتاجش السنه اللي احتاجها أليكس فيرجسون، الراجل من اول يوم بينجح. لكن هقول لك ايه،